السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في قناتكم شهوات مطبخ آلاء. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم هاد المملحات الرمضانيه اللي كتجي روعه روعه ما شاء الله. هاد الكورني هذا بواحد الحشوه اللي غزاله ما شاء الله، ضروري تجربوهم وضروري تردوا عليا الخبر لانهم كيجيو روعه. وبالنسبه للوليدات كيحماقوا عليهم، يعني انا جربتهم وعاودت يعني مطلوبين بكثره. بالنسبه للوليدات الصغار بالاخص، يعني كيعجبهم التغيير وكيبغيو انهم يبدلوا لا في الشكل ولا كذلك حتى في المذاق. كما كتشوفوا معايا كيجيو غزالين ما شاء الله، من باب يعني التنويع والتجربه. كيحاول الانسان انه يغير دائما. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا بطاطا اللي قطعتها مربعات صغار، غادا نقليها في زيت ساخنه. من طبيعه الحال كنضيفوا القليل من الملح والابزار والزيت ديال المائده كما العاده. بالنسبه للفلافل، يعني هما اللي غادا ندير في هذه الحشوه ان شاء الله، بالاضافه لبزاف ديال المقادير غادي تبقاو معايا للاخر ان شاء الله. عندي هنا فلافل الوان كما كتشوفوا، قطعتهم رقاق على هذا الشكل هذا. غادا نوضعهم في واحد المقله، وغادا نقطع كذلك البصل ديالي تا هو طريفات صغار، يعني كيكون الشكل موحد باش كلشي كيطيب في نفس الوقت، ما كيبقاش الطرف يعني طيب والطرف لا. كما كتعرفوا البصله كتكون مزعجه الا كانوا الطرفه مختلفين في الشكل. المهم غادا نضيف كميه من زيت المائده والقليل من الملح والقليل من الابزار كما كتشوفوا معايا. غادا نقلي هاد الخضر ديالي على هاد الشكل هذا، نخليهم فوق النار كما كتشوفوا معايا. وضعت بطاطا هي الاولى لان كتاخذ الوقت كتقلى، وعاد دابا كنقلي في هاد المقادير هادو ولا في هاد الخضر هادو. كيف ما كتشوفوا معايا هي الخضر ديالي بدات كتبان، يعني غير تنشف من الماء صافي. كما كتشوفوا معايا غادا نطفي عليها ونخليها تبرد. بالنسبه للبطاطا ديالي ها هي تقلات، يعني غادا نصفيها ونوضعها في هذا البول هذا ولا في هذا الاناء هذا باش غادا نضيف باقي العناصر. كما كتعرفوا بالنسبه للحشوات، يعني كتعملوا الحشوه اللي حبات خاطركم، يعني حسب الرغبه وحسب الذوق. يعني بطاطا كتجي غزاله في هذه الحشوه هذه، كتجي روعه كتواتى مع باقي العناصر اللي غادا نضيف. ممكن انكم تقطعوها كبر من هكا يعني وتحتفظوا بها. غادا نضيف دابا هاد الخضر اللي تقلات ليا مزيان. كما كتشوفوا تخلصت من الماء ديالها ما شاء الله، كتجي طيبه مزيان. غادا نضيف كذلك الطون، يعني يكون من نوعيه جيده. يعني بالنسبه للزيت ديالو ضفت القليل منها في الفلافل والبصل ديالي فاش كانوا كيتشحروا، يعني ما كثرتش زيت المائده لانني دايره بحساب الزيت ديال الطون، يعني استفدت منه ما كنضيعوش وكيجي لذيذ كذلك. عندي هنا كميه من الزيتون الاخضر، ممكن تعوضوه بالزيتون الاسود يعني اللي مقطع رقيق كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للاضافات حسب الرغبه، ضروري ما كنزيدو كميه من الملح وكميه من الابزار. يعني هذا المقطع هذا تحدف لي. المهم انا غادي نذكر لكم سميتو التوابل اللي ضفت: الملح والابزار والقليل من الحار اولا السودانيه، والفرماج محكوك ممكن تعوضوه بالفرماج السائل اولا الجبن ديال البواطه اللي كيما كتعرفوا الجبن المالح. هذه هما الاضافات اللي ضفت، وكنخلطوا جيدا وكنخليو هاد الحشوه ديالنا تبرد، وكنمشيو باش نوجدوا ولا نحضروا معكم هاد لي كورني هادو. عندي كما كتعرفوا الورقه ديال طاكوس، يعني ممكن انكم تحضروها في المنزل او انكم تشريوها جاهزه يعني من الحجم الكبير. كيف ما كتشوفوا معايا هاد الماركه هي اللي كنستعمل، ما شاء الله زوينه يعني ممتازه. غادا نحضر معكم بعض
الوريقات. المهم كناخذوا الورقه ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي نقطعوها من النصف، يعني واحد السكين يكون حاد اولا بقطاعه ديال البيتزا. عندي هنا كما كتشوفوا معايا الماء مخلط بالدقيق اولا بالفورس، وعندي هنايا يعني كميه من الطماطم ديال البيتزا اولا طماطم جاهزه معلبه ديال البيتزا، ولا كتحضروها في المنزل اللي عندكم ممكن انكم تستعملوها. بالنسبه لي صوص يعني كما قلت لكم باش غادي ندهنوا هاد الوريقات ديالكم يعني حسب الرغبه، ممكن انكم دهنوا هاد الوريقات هادو ديال الطاكوس دهنوهم بالمطارد والمايونيز والكيتشوب مخلطين، يعني اللي متوفر عندكم وحسب الرغبه كما قلت لكم. من بعد ما كندهنوا هاد الوريقات هادو كنلويوهم على هاد الشكل هذا على شكل كورني كما كتعرفوا، يعني الشكل بغيتو كتحكموا فيه، بغيتو يكونوا هاد الكورني كبار او يكونوا صغار. كنغلقوهم كوردون على هاد الشكل هذا. الا ما عندكمش الكوردون وبغيتو يعني تغلقوهم غادي تغلقوهم غير بالطحين مخلط بالماء اولا بالبيض كما كتعرفوا، اللي بغى يدهن بالبيض يدهن، يعني حسب الرغبه. الحاجه اللي نقول لكم هي ان الحاجه اللي تجيكم سهله وتكون عندكم متوفره تستعملوها ماشي مشكل. المهم هو اننا نحصلوا على واحد النتيجه تكون مرضيه، ونحصلوا على هاد لي كورني يكون الشكل ديالهم موحد كما قلت لكم. كتشكلوهم حسب الرغبه، بغيتو هاد لي كورني يكونوا كبار او يكونوا صغار. بغيتوهم يكونوا صغار كتزيروا هاد التدويره هادي، بغيتو يكونوا كبار راه كترخفوا يديكم. غادي نستمر على هاد الطريقه هادي حتى كنسالي الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا معايا غادي ندهن هاد الطحين ديالي في الجوانب باش كيتغلق لينا هاد الكورني ديالنا. غادي نعاود معكم اخر وحدين، يعني غادا ندهنهم كما كتشوفوا معايا، وغادا نشكلهم بهذا الشكل هذا يعني بطريقه جد سهله. من بعد ما كملت هاد لي كورني اللي عندي كاملين
غادا نوضعهم جانبا وغادا نبدا نعمرهم معكم ان شاء الله. بقاو معايا. كيما قلت لكم يعني دائما يعني تخدموا بالطريقة اللي جاتكم سهلة. إلا عندكم الفران ممكن أنكم توضعوهم في الفرن، ما عندكمش ممكن أنكم تعملوهم في البريسة أو في البانيني. كما كتشوفوا هاد الحشوة هادي راه كتجي خطيرة صدقوني. خليناها حتى كتبرد ومن بعد كنعمرو بها على هاد الشكل هذا. وغادا نزينهم بالجبن المحكوك، يعني عندي هنايا ليدام وعندي الموتزاريلا. اي جبن بغيتو تضيفو كتضيفوه باش يعطيكم هذا الشكل هذا. كيجيو غزالين ما شاء الله، كيجيو روعه. بالنسبه للحشوه كما سبق لي قلت لكم، بالنسبه للحشوه يعني كتحكموا فيها. ممكن انكم تعوضوا الطون بالصدر ديال الدجاج، كتشحروه كذلك في الزيت والبزار والملحه. ممكن تعوضوا صدر ديال الدجاج بالكفته ديال لاداند ولا الكفته ديال الغنمي او البقري. يعني اللحوم او الحشوه ممكن انكم تغيروها حسب الرغبه. ممكن انكم تستغناو على اللحوم بصفه نهائيه وتستعملوا غير الخضار، يعني حتى هما كيجيو روعه. من بعد ما استفتهم في الطاوه ديالي اللي مغطيه بالورق المشمع او ورق الفرن مدهون بالزيت كذلك، غادا نوضع هاد الكميه اللي عندي ديال هاد المملحات. غادا ندهنهم بالقليل من الزيت. ممكن انكم تدهنوهم بالبيض، انا يعني ما كنلقاش ان ولا بدا نستعمل البيض، يعني كندهن غير بالزيت كيجي المنظر ديالهم محمر ومقرمش. هذه هي النتيجه اللي بغيت انا نحصل عليها، هو التقرميشه والتحميره كذلك. فهاد الاثناء رانا مشعله الفرن على درجه حراره متوسطه. غادا ندخلهم ونتلقى بكم ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديالنا ديال اليوم، هاد لي كورني كيجيو شهوه منهم صدقوني البنات، ضروري تحضروهم وتجربوهم وتفرحوا الوليدات. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني باشتراكاتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم محفزه، وشكرا لكم على المتابعه ودمتم سالمين.